يا سلام على الجمال! الله! وجبة عشا من الآخر، مغذية وطعمها ملهوش حل. شايفين؟ أجمل فطيرة بطاطس ممكن تاكليها. يا نهار أبيض! حاجة كده ملهاش حل. حكاية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى هنعمل وجبة عشا مغذية وفي نفس الوقت موفرة وتقضي أكتر من 5 أفراد. جميلة جدا. تابعوا معايا الفيديو الآخر ويلا نشوف الفيديو بتاعنا. قطعنا حبيتين من البطاطس وحطينا مية كده وبدأت يدوبك تسخن شوية هننزل فيها البطاطس بتاعتنا. طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها ملهوش حل. شوية بقى كده من الملح. غطي بقى الحلة بتاعتك ويلا على العجين. الحاجة اللي بحبها جدا هو العجن طبعا. بيضاية زي ما انتوا شايفين وحطينا شوية من اللبن. وابتدي بقى بالمضرب بتاعك اضربيهم كويس جدا. معلقة بقى صغيرة من الخميرة الفورية وشوية صغننين كده من السكر مقدار برضو معلقة صغننة. وهنكمل ضرب فيهم. هتجهزي بقى الدقيق بتاعك وتكوني نخلاه كويس وانزلي بيه بقى حبة حبة لحد ما تحسي ان انتي خلاص مش محتاجة. شوية ملح برضو على الدقيق. في المرحلة دي بقى انا هشتغل بايدي. انا بحب العجين جدا وبكون مبسوطة قوي وانا بقف اعجن. خلصنا خلاص وعجنا بنبتدي بقى ندخل معلقتين من الزبدة او معلقتين من السمنة يكونوا سايحين زي ما شفتوا. وخدنا احلى عجينة. شايفين؟ من الاخر. يلا بقى نلمها كويس وندهن كده البولة بتاعتنا شوية صغننين من الزيت. وعلى الوش برضو. وبالاسترتش بقى قفليها وهنغطيها ونسيبها تختمر كده لمدة نص ساعة أو ساعة إلا ربع حسب ما تشوفيها اختمرت معاكي. على البوتاجاز بقى ابتدي كده حطي معلقة من السمنة تسيح كويس. انزلي بقى عليها بقطعتين من البانيه متقطعين زي ما انت شايفة كده ستريبس اللي هو التقطيع بتاع الشاورما. اي تقطيع يعجبك قطعيه. احنا كده كده بعد ما هنخلصهم هنفرمهم مع البطاطس. فاي تقطيع يعجبك اعمليه. شوحي بقى فيهم كويس. تمام. في المرحلة دي تكوني محضرة شوية من عصير الطماطم. يعني مقدار كده طماطميتين اعصريهم. وانزلي بقى على البانيه بتاعك وسيبيه يتسبك لحد ما ياخد الشكل ده. البانيه خلاص اتعمل معانا والبطاطس زي ما انتوا شايفين. اسلقيها كويس جدا عشان تقدري تفرميها مع البانيه. هاخد المقادير اللي قدامكم دي وهفرمها في الكبة كويس جدا. شوية ملح على البطاطس قبل الفرم. هنفرمها ونشوف بقى هنقفل الفطيرة بتاعتنا ازاي. العجين زي ما انتوا شايفين اهو اختمر وناجح وتمام. طلعي بقى العجينة بتاعتك واقسميها كده لمرحلتين. ودي البطاطس والبانيه لما فرمناهم في الكبة. هقسمها كده لفطرتين اهو. وابتدي بقى افردي فيها واضغطي عليها كده شمال ويمين لحد ما تتفرد معاكي. ومش عايزينها تكون سميكة. احنا عايزينها رقيقة لان هي لسه هتاخد خمر تاني بعد ما نقفلها. اهو انا عايزاها كده بالظبط. صينية بقى كده معلقة من الزيت وشوية كده من الدقيق. هنبطنها بس عشان ما تلزقش في الصينية. عندك ورق زبدة مفيش مشكلة استخدميه. افردي بقى الفطيرة بتاعتك. اي زيادات بقى كده قصيها. اركني الصينية وكملي بقى فرد في الجزء اللي هنقفل بيه من فوق اهو. برضو عايزينها رقيقة. تمام.
زي ما انتوا شايفين بقى حطينا هنا معلقة من اللبن. معلقة اللبن اللي احنا حطيناها دي هتساعدك انك تعرفي تفرديها على الفطيرة اهو. لو انت ما حطيتيش معلقة اللبن هتلاقي البطاطس بتاعتك بتمسك في الاسباتيولا ومش هتعرفي تفرجيها على الفطيرة. شوية موتزاريلا بقى لزوم الدلع، ما عندكيش موتزاريلا مفيش مشكلة، هي كده كده الفطيرة مغذية جدا، محطوط لها بانيه اللي هو طبعا البروتين ومحطوط لها بطاطس، يعني هي طعمها من غير اي حاجة مش محتاج والله. قفليها بقى كويس جدا، هنقفلها بالشكل ده وسيبناها لمدة 10 دقايق تختمر تاني. زي ما انتوا شايفين انا كنت مقفلاها بالاسترتش، وشوية بقى من اللبن وابتدي دهنيها. طبعا الفطيرة دي هتدخل على نار او درجة حرارة متوسطة، تاخد السوا بتاعتها براحتها خالص. ابتدي بقى بايدك كده نغزي فيها عشان خاطر ما تتنفخش قوي، يعني هبطيها شوية. تمام. حبة سمسم بقى كده من على الوش وندلعها على الفرن بقى ونشوف الشكل بتاعنا. الله، معلقة سمنة بقى كده ودهنيها على الوش، وابتدي قطعي بقى وجهزي الفطيرة بتاعتك. جميلة جدا وطعمها مش قادرة اوصف لكم عامل ازاي، حقيقي هي تستاهل التجربة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.